الحياد الإيجابي هو العنوان الذي رفعته موريتانيا شعارا يحكم علاقاتها بجوارها، والحديث هنا على وجه الخصوص عن الجارين الغريمين المغرب والجزائر، واللذين يضع التنافس المحموم بينهما يضع سياسة واستراتيجية نواكشوط في مرمى النيران ويجعلها قيد مراقبة عن كثب في كل تحركاتها الدبلوماسية. مؤخرا مثلا سعت نواكشوط لتعزيز تعاونها في مجال الطاقة مع المغرب، ثم استدارت لفعل الشيء ذاته مع الجزائر. ولا ننسى زيارة الرئيس الموريتاني الغزواني للمغرب في ديسمبر، والتي سبقتها في نفس الشهر الزيارة للعاصمة الموريتانية قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. فهل ما تنتهجه موريتانيا هو حياد إيجابي فعلا أم هو تأرجح؟ وهل يخدم هذا النهج مصالحها العليا أم أنه عبء يحد من إمكانية تعزيز دبلوماسيتها؟ أسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي. بداية السيد الداه يعقوب الكاتب والصحفي معنا من نواكشوط. على الجانب الآخر معي السيد محمد لمين خطاري الكاتب والصحفي الموريتاني ينضم إلينا من مدريد. لكن أبدأ معك السيد داه يعقوب، بالنظر إلى التطورات الإقليمية، هل ما زال بالإمكان الحديث عن حياد إيجابي موريتاني؟ أستاذة دنيا، إشكالية كبيرة يقوم بها نظام الرئيس غزواني حاليا فيما يتعلق بالحياد الإيجابي. هنالك نوع من الضبابية ولعب على الحبال من قبل الدبلوماسية الموريتانية فيما يتعلق بالمغرب والجزائر. نشهد نوع من الزيارة لتبون إلى موريتانيا بعدها، وبسبب الضغوط المغربية وبسبب أيضا علو خطاب الإعلام المغربي يذهب الرئيس ويقول بأنه سيقوم بعيادة زوجته، ثم يلتقي بالملك محمد السادس ويعلن عن شراكات اقتصادية جديدة. بالتالي الدبلوماسية الموريتانية ضبابية جدا ولا تريد أن تحدد موقف واحد. كان أيضا غزواني قد تحدث من قبل عن الانتقال من مرحلة الحياد إلى مرحلة النزاهة، ومع ذلك ما زال يتعرض للضغوط ما من قبل الفرق بينهما؟ ما الكبيرين. الفرق بين الحياد الإيجابي والنزاهة وفق مفردات الدبلوماسية الموريتانية؟ هذا ما نحاول أن نفككه دنيا، لأن تقلب الوزراء للخارجية الموريتانية وعدم وجود بوصلة محددة هو ما يشتت أذهاننا كمحللين، لأنهم قالوا سيتحولون إلى النزاهة، بمعنى أن يكون دور موريتانيا هو الوساطة بين الجزائر والمغرب، وهو أمر رفض من قبل من قبل الجزائر كما تعلمين. وأيضا موريتانيا حاليا تحاول أن تعمل وفق مفاهيم الرئيس غزواني على العمل على الجانب الاقتصادي وإبرام اتفاقيات من أجل أن لا تذهب عنها الصادرات المغربية والمرور من موريتانيا إلى إفريقيا، وفي نفس الوقت العمل على كسب الجزائر لتكون شريكا قويا لها. بالتالي ضبابية وضعف من غزواني واضح جدا. يعني يمكن أن نفهم بأنه تأرجح بدل أن نتحدث عن حياد؟ بالتأكيد هو تأرجح واضح جدا، ولا يمكن أبدا أن نقول أنه إلا تأرجح، لأن كل ما انتقد غزواني ونظامه من قبل طرف معين من الكبيرتين الجزائر والرباط يقوم بخطوة نحو الاتجاه الآخر. كان هنالك نوع من الجفاء مع الجزائر لصالح المغرب، ثم استدار كما أشرت في المقدمة إلى الجزائر على حساب المغرب، ولا يمسك غزواني ولا وزير خارجيته العصا من الوسط. وبالتالي هذا الأمر انتقد حتى من قبل الأحزاب الموريتانية. حزب اتحاد قوى التقدم عبر عن نوع من الضغط على غزواني والامتعاض من السياسة التي يقوم بها حاليا وعدم سنأتي لهذه النقطة لاحقا فيما يتعلق بتطوير الممكن للموقف الموريتاني وما هو الذي يطلبه البعض من الموقف الرسمي الموريتاني. لكن أذهب إلى السيد محمد لمين خطاري. أرحب بك معنا. يتحدث أو يفضل ضيفي من واشنطن الحديث عن تأرجح تذبذب. إلى متى ستستمر موريتانيا في هذا النهج؟ تخرج من حضن المغرب لترتمي بحضن الجزائر والعكس صحيح؟
تحية طيبة لك أهلا. زميلة دنيا ولزميلي العزيز من واشنطن الداعي يعقوب. الحقيقة يبدو أن يعني هذه ثقافة الأحضان التي يتم الحديث عنها في سياق الجيوبوليتيك والبراغماتية السياسية ربما تفهم في إطار يعني رؤية الزميل يعني الداعي يعقوب، وهذا حقه باعتباره مناوئ ومعارض للنظام الموريتاني، لكن أنا أتحدث في سياق يعني استراتيجية موريتانية منذ ما بعد يعني ما يعرف لدينا بحرب الصحراء. يعني هذا الحياد الذي اختارته موريتانيا لتنأى بنفسها عن مفردات الصراع وصيغ التأزيم المتأتية بين الجارين الكبيرين الجزائر والمغرب، وإضافة إلى يعني جبهة البوليزاريو. إذا هي سياسة موريتانية اختطت بعناية يعني نزع فتيل التأزيم مع كبار الجيران والعمل على مصلحة موريتانيا أولا من خلال يعني براغماتية سياسية ودية تتعاطى مع كل الأطراف في سياق يعني اقتصادي، في سياق أيضا سياسي، في سياق أمني يتيح لموريتانيا أن تكون هي الشريك القابل للحديث مع الجميع. موريتانيا يمكن تتحدث مع الجزائر ومع الرباط ومع جبهة البوليزاريو لأنها شريك متوازن وموثوق في هذه القضية، وموريتانيا تريد أن تكون جزء من الحل وليست جزء من المشكلة. هذا هو الذي طيب، هل مكن هذا النهج حتى الآن ولمدة هذه العقود الطويلة أن تكون فعليا جزء من الحل؟ يعني هي لم تساهم في أي حل حتى الآن سيد محمد لمين. موريتانيا لا تستطيع أن تجر الجزائر والمغرب الجارين الكبيرين إلى طاولة وتقول لهما افعلا ما أريد، لكن جاهزيتها للحل من خلال عدم التأزيم يبقى فاتحا ومفتاحا لأبواب الحوار وأبواب يعني إرخاء يعني حالة من التهدئة بين كل هذه الأطراف. وهذا جزء من رؤية الرئيس الموريتاني محمد الشيخ القزواني الذي وصفه زميلي مجازا بالضعف، وإن كنت أضع هذه العبارة بين ظفرين. هذه السياسة التهدئة هي التي جعلت موريتانيا لحد الساعة تتعامل مع تبون حين يزور سياسة التهدئة نواكشوط تبعية بالواقع سيد محمد لمين خطاري. يعني هناك تبعية لأهواء كل من الجارين. يعني عندما يغضب المغرب فتهرول موريتانيا تجاه المغرب لإرضائه، وعندما تغضب الجزائر تذهب أو تجري وتركض موريتانيا باتجاهها أيضا. هكذا هي الأمور. سيدتي الغالية دنيا، هذه الترجمة لدى البعض، لكن الواقع الحرفي يختلف. واقع أن موريتانيا تتعاطى بمنطق الحوار مع كل هذه الأطراف. يعني في الحقيقة نحن بمجتمعات الصحراء يعني الركض صعيب جدا كثقافة بالنسبة لنا، بل نمشي بتأودة وفي حالة من يعني التعاطي مع الجميع بعيدا عن ثقافة الركض حيث الصحراء الشاسعة وانعدام الماء. لذلك نحن نسير بتأودة وفي ظل التعاون مع الكل، وأعتقد أن لا توجد هرولة ولا يوجد ركض بقدر ما هو أيادي ممدودة لكل الإخوة في المنطقة المغاربية بغية حل هذا الإشكال وتجاوز هذه المعضلة التي يعني مثلا موريتانيا كيف يمكن أن تتجاوز نقطة أن تسعى الجزائر لتشكيل حلف مغاربي جديد يقصي المغرب وفي نفس الوقت أن تحافظ على علاقتها مع المغرب؟ كما قلت يعني في السابق، السياق الموريتاني ليس اصطفاف، وهذا هو الإشكال الذي يبدو أن البنية الذهنية للمجتمعات المغاربية سواء في الجزائر أو في المغرب ومن تبعهم بإحسان من محللين، يبدو أنهم لا يفهمون أن ثم صيغة مطاطة للتعاطي مع الكل لا تعني الاصطفاف، لا تعني الاصطفاف مع الجزائر ضد المغرب ولا مع المغرب. أعرف دقة هذا الموقف وحساسيته في ظل يعني جارين كبيرين لهما يعني شأو بعيد في السياسة والاقتصاد، لكن تظل موريتانيا متعلقة بهذا الخيار الأكثر اتزانا والأكثر مرونة في المنطقة. طيب، أذهب إلى السيد داهي يعقوب في واشنطن مجددا. لماذا لا ننظر إلى الأمور على أنها براغماتية كما قال السيد محمد لمين خطاري، نوع من التوازن والاتزان من قبل موريتانيا؟ يعني هذا أمر يحسب لموريتانيا. أهلا وسهلا. أنا أتفهم قراءة العزيز محمد لمين الخطاري كصحفي مناصر لنظام غزواني ويعمل معه أيضا في إسبانيا، ولكن يعني كلاكما تتحدثان عن الموقف السياسي للضيف الآخر. هذا ليس موضع النقاش على كل حال. يلقي بظلاله على النقاش. بالتالي طيب. حتى عندما ننظر إلى الدبلوماسية الموريتانية هنالك امتعاض من الاتحاد الإفريقي من دبلوماسية غزواني، كذلك دول الساحل التي انفكت عراها وأصبحت 3 دول محيطة بنا
باتحاد جديد. لكن هذا الحياد الإيجابي ليس مقتصرا على الغزواني، هو نهج دبلوماسي موريتاني منذ سنين. طبعا دنيا، لكن حاليا غزواني بدأ يحيد عن هذا النهج الذي طالما اتسمت به موريتانيا مع الأنظمة السابقة، لأنه عندما يتعكر مزاج الجزائر فإنه يهرول فعلا إلى الجزائر، وعندما تغضب المغرب يسير إليها. بالتالي هذا الأمر صعب جدا على يعني ثقافة الهرولة موجودة عكس ما قال محمد لمين خطاري، ثقافة الهرولة والجري موجودة عندكم. أكيد عند نظام غزواني موجودة جدا، ولا يتسم بنوع من الثقل السياسي أو القراءة المحكمة للأحداث. هذا رأيي وأتمسك به. لذلك أود أن أقول أنه عندما تم الاتفاق بين المغرب وموريتانيا على الربط الكهربائي كان هنالك انتقاد من حزب اتحاد قوى التقدم لهذا الاتفاق، وقالوا بأنه بدأ التحرك عن موقف الحياد الإيجابي. وهنالك أيضا خلايا وأحزاب داعمة للمغرب انتقدت التقارب وزيارة تبون إلى الجزائر، ونظام غزواني يتأثر بكل هذا ويتحرك وفق هذه البوصلة. لماذا موريتانيا؟ هل هناك في واقع الأمر داخل أركان الدولة الموريتانية لوبيات ومجموعات ضغط تدعم سواء الجزائر أو المغرب؟ هذا حقيقي ومعاش وعلى أرض الواقع، وتتحدث عنه الصحافة الموريتانية يوميا. لدينا خلايا تابعة للمغرب وخلايا تابعة للجزائر، الدولتين الكبيرتين. وأود فقط أن أعلق على ما قاله العزيز خطاري عندما قال موريتانيا تتمسك فقط بالحياد ولا يمكن أن تقدم ورقة من أجل الحوار بين الطرفين. لما لا؟ موريتانيا حاليا تعيش استقرار، وهي الدولة المخولة بأن تقوم بهذا الدور. لديها رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتونس منشغلة حاليا. بالتالي لماذا لا يتقدم غزواني قيد أنملة من أجل حل هذا المشكل؟ لماذا لا يفعل؟ لماذا لا يفعل برأيك؟ لأن الدبلوماسية الموريتانية تنظر إلى نفسها بشكل انعزالي، وبأنها لا يمكن أن تقوم بحل القضايا الكبرى وأن تبقى دائما متقوقعة على نفسها، وبالتالي فشل كبير لدبلوماسية غزواني، والاتحاد الإفريقي يشهد على ذلك. أذهب للسيد محمد لمين خطاري، ربما لديك بعض الإجابات على ما تفضل به الداهية يعقوب، لكن لدي سؤال. هناك أنباء تتحدث عن سعي نحو توطيد العلاقات المغربية الموريتانية على وجه الخصوص بدفع إماراتي، هذا ما يتم الحديث عنه. هل بالتالي تنتهج موريتانيا الحياد الإيجابي في الواجهة لكن تحت الطاولة هي تخدم مصالحها مع من يخدم هذا المصالح أكثر؟ ما دام زميلي واخي الغالي يعقوب تحدث عن الخلايا المنقسمه، انا هنا اتحدث بصفتي من الخلايا الموريتانيه. ما دمنا خرجنا من مساله الخلايا لنضع ان هناك خليه مغربيه وجزائريه وكذا، نحن نتحدث عن موريتانيا في سياقها السياسي، بعيدا عن تقسيمات يشار اليها في بعض الصحف من قبيل موالين للمغرب موالين للجزائر كذا. هذا ليس امرا واقعا، في اي دوله نتحدث عن اعتى الديمقراطيات في العالم، الولايات المتحدة تكون فيها مجموعات ضغط عادي تماما. لكن أفصل بين ما يسمى باللوبينج ومجموعات الضغط، أفصل بين هذا وبين السياسة الموريتانية فقط. هذا ما وددت الحديث عنه بسياق الحياد الإيجابي. بطبيعة الحال في كل الدول وفي كل العالم هناك خيارات، تبقى خيارات شخصية، لكن أتحدث عن خيار الرؤية الموريتانية. ما تحدث عنه زميل الداهي يعقوب من قبيل أن موريتانيا قادرة. أنا قلت أن موريتانيا تتحدث مع الجميع وقابلة للحديث مع الجميع، لكن لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تفرض على قوتين كبيرتين عظموين مثل الجزائر والمغرب أن تجلس لتحل صراع بدأ من حرب الرمال. لا يمكنها أن تلعب دور الوسيط. يمكنها أن تلعب دور المقترح وهي تقترح، لكن في النهاية هذا لاعب على الكلام سيد محمد لمين بين الوسيط والمقترح. هذا لاعب على المفردات. فبطبيعة الحال نحن نتحدث في إطار دبلوماسي فضفاض، لذلك لا أستطيع أن أستخدم عبارة غير أن تقترح، لأنها تأمر أو تلزم هذه الصياغات أخرى. بطبيعة الحال موريتانيا تتأثر بالمناخ الإقليمي وبكل التحولات الجارية في المنطقة كغيرها من دول العالم، ولا شك أن خرائط ستتغير ومواقف تتغير. طيب من أقدر، عفوا على المقاطعة، من أقدر على القيام بدور الوساطة من دولة تتحاور مع الجميع؟ دعنا نأخذ كمثال مثلا قطر، بعدما حدث في مسألة غزة وصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. قطر لأنها تتحاور وتتحدث مع الجميع تمكنت من المساعدة في إبرام هذه الصفقة.
إن قلنا بأن موريتانيا على الصعيد الإقليمي طبعا هي تتحدث مع الجميع، البوليساريو، الجزائر، المغرب، لماذا لا تستطيع أن تكون وسيطا؟ هل هو ضعف؟ أنا أعتقد إذا توافر لموريتانيا ما توافر لدولة قطر المحترمة من يعني غطاء أمريكي ومن غطاء أوروبي وجيوسياسي كبير في المنطقة، يمكن لموريتانيا أن تلعب هذا الدور. بطبيعة الحال أعتقد أن كل الرسائل التي تقدمها موريتانيا هي في إطار رسائل تهدئة، تقريب وجهات نظر بين الطرفين، محاولة للملمة يعني الشمل بين البلدين وعدم الظهور كبلد مصطف لهذه الجهة أو تلك. هذا أعتقد أنه السياق وأقصى ما يمكن أن تفرضه موريتانيا أو تعلنه موريتانيا في إطار صراع تراكمي طويل، هو صراع نفوذ في المنطقة المغاربية، صراع قوتين كبيرتين في المنطقة يمتد صراعهما ليس فقط إلى موريتانيا بل إلى دول الساحل وإلى غرب إفريقيا وإلى المحيط المغاربي. وحتى هذه هنا نقطة مهمة جدا سأناقشها بعد قليل، لكن لم ترد علي فيما يخص هذا التقارب الموريتاني المغربي الذي يتم الحديث عنه تحت الطاولة من خلف الستار بدفعة إماراتية. سيدتي، أستطيع أن أخرج لك أيضا من تحت الطاولة تقارب موريتاني خلال الزيارة التاريخية التي قام بها تبون إلى نواكشوط والحديث عن تفاهمات. يعني هذا حسب ما يفسره كل طرف. الإشكال الذي تعاني منه موريتانيا حقيقة هو ضرورة أن تكون موريتانيا وكأنها تحت ضغط معين. إذا تقربت من المغرب لديها أوامر من الجزائر من الإمارات ومن أمريكا، إذا تقربت أو ما تقاربت لنقل لا مأمور. وهذا للأمانة أرى صداه في الصحف يعني المغربية والصحف الجزائرية بالمقابل. كلما تحركنا هذا الإعلام في إطار المغربي والجزائري لا يشكل عامل ضغط على موريتانيا تحديدا؟ بطبيعة الحال هذا يجعل، أنا مرة في مقال شبهت يعني الحالة التي تعيشها موريتانيا بين الدولتين بلاعب سيرك، يعني يسير على حبل دقيق للغاية ويحتاج إلى الكثير من التوازن لعدم السقوط. حالة التوازن هذه هي التي تعمل عليها موريتانيا منذ ما بعد الحرب التي نأت بها عن نفسها، وأعتقد أننا في مرحلة حساسة، لا أنكر ذلك. موريتانيا في مرحلة دقيقة وحساسة نتيجة لتصاعد حدة لا أسميه الاحتراب أو الاستقطاب بين الجارين الكبيرين. والأكيد وهذا على مسؤولية أننا مقبلون على تغييرات ستفرض على موريتانيا اختيار طريق ما في ظل هذا الحراك وهذا الاستقطاب المستمر. لكن لحد الساعة يظل الحياد الإيجابي هو الأقرب وهو الأكثر أمانا. طيب أخذ رأي السيد يعني داهي يعقوب. يبدو أنكما ستتفقان في نهاية المطاف. سيد داهي يعقوب، ردك على ما تفضل به سيد محمد الأمين خطاري. أستاذة دنيا، أود أن أشير فعلا إلى أن الإمارات تتحرك حاليا ولديها ضغط كبير على نظام غزواني، وهنالك اتفاقيات التي وقعت مع إسرائيل من قبل ترامب سيبدأ إنعاشها، وبدأ الحديث أن الإمارات تضغط على موريتانيا وعلى نظام غزواني تحديدا الذي تغدق عليه الكثير من الأموال من أجل إبرام الاتفاق مع إسرائيل في قادم الأيام. هذه قضية أيضا تزعج الجزائر التي ترى أن الإمارات تمول فاغنر وتمول أيضا ما يحدث في ليبيا وأنها تزعجها. بالتالي موريتانيا فعلا لديها نوع من الوصاية، وهذا تحمله خصوصا نظام غزواني. هنالك نوع من الوصاية من قبل الإمارات على موريتانيا وكذلك السعودية. أيضا نقطة أخرى أود أن أشير إليها دنيا، وهي أنه عدم الاستعانة بوزير خارجية من الحقل الدبلوماسي والاستعانة بمدور تم تدويره في الأنظمة هو محمد سالم والمرزوق ساهم في إضعاف فعلا السياسة الموريتانية وإضعاف الدبلوماسية، وهذا الذي نعيشه حاليا من تذبذب في الدبلوماسية ويؤكده جميع المراقبون، وهو أمر غير خفي. بالتالي مسار موريتانيا سيحدد وفق بوصلة الإمارات وما تريده في قادم الأيام، أي بوصلة نظام غزواني. يعني لا ترى مفرا من أن تبقى موريتانيا تحت الوصاية؟ ليس هناك إمكانية ربما من تطوير الدور الدبلوماسي لموريتانيا أن تحول هذا الحوار مع الجميع لأداة أو وسيلة نفوذ سواء مع المغرب والجزائر حتى مع الامتداد الإفريقي في دول الساحل مثلا، وهي حلقة وصل مهمة. موريتانيا يعني لديها دور محوري. طبعا منطقة استراتيجية، ولكن للأسف الشديد نحن لم ننشط في الاتحاد الإفريقي ولم نشرف على أي مفاوضات.
حتى المفاوضات التي كان سيقوم بها بين حفتر وبين المناوئين له لم يقبلها حفتر، وغادر الرئيس غزواني بشكل عاجل من ليبيا. وبالتالي أيضا هنالك نوع من الجباء بيننا وبين مالي وبين بقية دول الساحل، لأنهم يحسبوننا على المعسكر الفرنسي. وتصريحات الرئيس غزواني مع توفيق جيد عندما استضافه تؤكد ذلك. بالتالي الدبلوماسية الموريتانية حاليا مرتهنة إما للمسار الإماراتي أو المسار الفرنسي بشكل واضح جدا. تعليق أخير من محمد لمين خطاري وننهي هذه الحلقة من وجها لوجه. هل هناك إمكانية لتطوير الموقف الموريتاني ليصبح أكثر إيجابية ليس فقط من ناحية الحياد؟ عزيزتي دنيا، نتفهم يعني خطاب الزميل والصديق الغالي يعني داهي يعقوب هو خطاب سياسي محترم ومطالب به في موريتانيا بشكل عام في بلد ديمقراطي يسمع للجميع ويسمع لكل أبنائه، والحقيقة مقسمة بين الجميع. فقط أشير إلى أن موريتانيا استطاعت أن تصل إلى صفر مشاكل مع الجميع رغم كل الاختبارات الحاسمة والقاسية، سواء كان مع حدودنا مع مالي، سواء كان الصراع الشائك بين المغرب والجزائر. نحن أو موريتانيا تخرج بهدوء وبتؤدة وبصفر مشاكل مع الجميع، وتمد أيادي للكل من أجل الحوار ومن أجل التكامل الاقتصادي في منطقة يعني غرب إفريقيا وفي منطقة الساحل، تستفيد من موقعها كحلقة وصل بين الجميع، وهذا هو الخيار الأنسب والأوضح. أما تستفيد لكنها لا تفيد. متى ستمر موريتانيا من الاستفادة إلى الإفادة؟ موريتانيا تفيد نفسها أوليا وهي تجني ثمار ذلك. طرق مع الجزائر، طريق ممتد مع الجزائر، طريق ممتد مع المغرب، حوار مع كل البلدان، بضائع جزائرية تتجه من الجزائر إلى موريتانيا في اتجاه إفريقيا، نفس الشيء من المغرب. موريتانيا تفيد نفسها أولا ثم تمد الأيادي للآخرين. ليس من مصلحة وليس من سياسة موريتانيا أن تكون شرطي للمنطقة، لا هي تملك المؤهلات لا القوة لا الجغرافية. نحن قنوعون بطبيعة موريتانيا بإمكانيتها، لذلك نتحرك في هذا السياق وفق أيادي ممدودة للجميع. تحياتي لك ومرة أخرى ولزميل دا يعقوب.